الطماطم دلوقتي رخيصة. نتفادى أسعارها في رمضان اللي هتعلى. نشوف نخزنها ازاي. وطريقة حلوة قوي 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 سهلة انك تطلعي تطبخي على طول مع صباح. تعالي شوفي التركاية دي يا جماعة. بنجيب الطماطم ونغسلها اهي. اي كمية طماطم اللي انتوا هتعملوها هتعملوا الحركة دي. بس هي الحركة دي شايفين. هنعمل كده اهو. ننزل ايه؟ ننزل البذر اهي. بس هي كده بقت لحمه اهي. لحميه وجميله جدا، حمرا ما فيهاش بذر، والميه دي ملهاش 30 لازمه. وهنحط في الخلاط ونضرب. هي دي التركايه. واضربوا هتبقى لحمه، ولما تتسبك هتبقى زي الصلصه الجميله. ما تخلوش الميه والبذر فيها، ولا تصفوا القشر خلوه زي ما هو. احنا بس بنصفي الايه؟ البذر اللي انتوا شايفينه كده اهو. بذر ده. فدي تركايه بتفرق قوي 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 في التخزين. بتخليك الطماطم صلصه فعلا. فكل سنه وانتم طيبين. الحقوا اعملوا بقى. هنعمل ايه ونتفادى الاسعار في رمضان؟ هنسبك التسبيكه بتاع المحشي. تسبيكه المحشي اعملي حله كبيره، ولما تبرد هتكيسيها وتشيليها تطلعي على طول. تحط عليها الرز والخضره. انا هنا برضو عندي خضره، هحط لها شويه خضره. هنا بقى اذا ما انتم شايفين كده حمراء ومتسبكه، انا سايباها تتسبك واعملها اكياس. ده نوع من انواع الايه؟ التخزين. تخزين المحشي هو المكلف في رمضان يا جماعه. الطماطم رخيصه. او تعملوا بقى الطماطم زي ما انتم شايفينها كده اكياس اكياس الكيس على قد الطبق. ايه التركايه بقى صباح المختلفه اللي مخلين الدنيا حمرا كده؟ تعالى اقول لكم تعملوا ايه. طبعا يا جماعه التسبيكه دي ما شاء الله ما شاء الله هتفضل معاكم كده في رمضان. تاخدوا منها عشان تضمنوا الطماطم الغاليه. والبصل لو غلي نفها بصلها. وهنحط كمان الخضره عشان لو الخضره غاليه. يبقى كده بتطلعوا الكيس على طول. تلفوا تغسلوا الرز وتحطوا بصلايه تانية او حاجه خضره كده، قرن فلفل بتاع. تسبيكه رهيبه جدا جدا لتفادي الاسعار عشان خاطر السعر اللي هيبقى غالي جدا في رمضان. كل سنه وانتم طيبين. دي تسبيكه المحشي بنعملها وبنشيلها جاهزه اهي. اسيبها تبرد بقى وعباها في اكياس. الكيس على قد الطبخ. دول يعملوا لي 3 مرات اهي. ونحط نزود عليهم بقى صلصه. نزود عليهم بتاع دهوت فلفل احمر، فلفل اخضر. هنزود عليه. شايفين الصلصه؟ شايفين التسبيكه؟ ولو الخضره غاليه يبقى انت الخضره كده كده موجوده. تركايه اعملوها وخزن. ده الخزين بقى. ده لما تبرد دي خزنيها. تسبيكه المحشي مهمه جدا، لان احنا بنعمل محشي كتير جدا في رمضان. زي ما انتم شايفين اكتر حاجه بتاخد طماطم هو المحشي. انا بقى مش يعني هطفي عليها خلاص. هي كده اتسبكت وهسيبها بقى كده. تزودوا عليها بقى سمنه، تزودوا عليها زبده، تزودوا عليها زيت. هتزودوا عليها بصل اخضر بتاع دهوت بصل. هتزودوا عليها برضو لو الخضره رخيصه هتزودوا خضره. المهم دي اساسي الطماطم. زودوا صلصه اهي. والف هنا والف شفا.